تفتكروا في فرق ما بين الماتيريال والتكتشر؟ طب لو في فرق، يعني ايه ماتيريال ويعني ايه تكتشر؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. يلا بينا. في الحقيقة في فرق كبير جدا ما بين الماتيريال والتكتشر. تعالوا نبدأ بالماتيريال ونعرف يعني ايه ماتيريال. وعشان نعرف يعني ايه ماتيريال، الحدوتة دايما هتبتدي من عند اللايت زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات. وعرفنا ان انا عشان اشوف اي جسم حواليا محتاج يبقى عندي مصدر اضاءة. مصدر الاضاءة ده بيخرج لايت، اللايت ده بيجي يخبط في الاوبجكت، بعدين اشعة الضوء دي بتنعكس تيجي على عيني فاقدر اشوف الاوبجكت بتاعي. طيب هل سلوك الضوء لما بينزل على كل الاوبجكت او كل الاجسام اللي حوالينا بيبقى سلوكه واحد؟ في الحقيقة لا. سلوك الضوء ممكن يختلف بشكل كبير جدا على حسب الجسم اللي هيقع عليه. يعني ممكن الضوء ده لما ينزل على جسم معين ممكن يتشتت، ممكن ينعكس، وممكن ينكسر، وممكن يتشتت بس جوه الأوبجكت مش يتشتت الأولانية، وممكن يكون الأوبجكت نفسه أو الجسم ده هو نفسه بيخرج إضاءة. وآخر حاجة إن السطح ده مش لازما يبقى سطح مستوي بنسبة 100%، ممكن يبقى سطح متعرج بشكل معين. كل الخواص دي لما بتتجمع مع بعض هي دي الماتيريال. فالماتيريال أقدر أقول عليها هي عبارة عن سلوك الضوء لما بينزل على السطح ده. ممكن بقى حد دلوقتي يسألني، هو في ماتيريال فيها diffuse وريفليكشن وريفراكشن وسكاترينج وإيميشن؟ هي مش بالظبط قوي كده. هي الخواص دي أو السلوك بتاع الضوء ده بيبقى موجود بس بنسب متفاوتة شوية، بس دايما بيبقى فيه واحدة منهم هي اللي مسيطرة على الباقي. زي ايه مثلا؟ يعني لو قلنا ان الريفراكشن هو اللي سائد دلوقتي، فده في الغالب بيبقى في المواد الترانسبيرنت او المواد الشفافة، زي مثلا الازاز، زي البلاستيك الشفاف وكل المواد الشفافة دي. بس لو قلت ان الريفليكشن او انعكاس الضوء هو اللي سائد، فده بيبقى في الاسطح اللي بتعكس الضوء بشكل كبير، زي المرايات، زي المعادن اللي بتعكس الضوء. طيب الديفيوز ده عبارة عن ايه؟ الديفيوز ده بيبقى اكتر خاصية مسؤولة عن اللون. احنا عارفين ان اللون عشان اشوفه بيبقى عبارة عن ان الضوء نزل، والضوء بيبقى مركب من 7 الوان، بيمتص جزء منه وجزء صغير منه قوي او لون واحد تقريبا هو اللي بينعكس، فهو ده اللي بيبقى مسؤول عن اللون. فالماتيريال بيبقى فيها اغلب الخواص دي، مش لازم يبقوا موجودين كلهم، ومش لازم تبقى واحدة بس، هي بيبقى النسب متفاوتة، وعلى حسب السلوك السائد ده اللي بيسيطر على او ده اللي بيحكم ان الماتيريال دي هتبقى عبارة عن ايه. بعد ما عرفنا يعني ايه ماتيريال، تعالوا دلوقتي نطبق على الكلام اللي احنا قلناه. في البداية هنا ده السيت اب بتاعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي أوضة كده صغيرة فيها الموديل ده، وهنا دي الكاميرا بتاعتي عشان اشوف من الكاميرا بتاعتي بضغط على المربع ده. واللايت انا مستخدم اضاءة HDRI من نزلت سكاي وعليها ال HDRI. عشان اعرف ازاي بستخدم ال HDRI وبجيبها منين وكل الحاجات دي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات، فلو محتاج تراجع عليهم وقف دلوقتي، ارجع راجع عليهم، او لو مش اتفرج عليه وتعالى عشان نطبق. طيب ليه اللايت مهم؟ عشان لسه بنقول ان اللايت هو اللي بيأثر على الماتيريال، وكل البارامترز اللي هنأثر فيها هتبقى بشكل ما المؤثر الأساسي فيها هو الضوء. فبحتاج ان انا يكون الضوء عندي مظبوط، والريندر سيتنجز كمان مظبوطة. تعالوا نبص عليها دلوقتي. اول حاجة هنا انا هستخدم الريندر الفيزيكال بتاع سينما 4D، هنزل ambient occlusion، هنزل global illumination، هخلي البرايمري ميثود radiance cache، والسكندري ميثود الراديوسيتي مابس، واجي في الفيزيكال هخليه adaptive، واخلي السامبلينج هاي. ممكن اجي برضو في الجلوبال illumination ما انساش اخلي السامبلز هاي عشان ما يبقاش عندي اي نويز او يبقى عندي اي مشاكل او لو كواليتي في الريندر. طيب انا هنا مفيش اي ماتيريال، تعالوا نشوف الريندر هيبقى عامل ازاي. هضغط على البيكتشر فيور، ممكن اجي احط ده هنا عشان هستخدمه كتير عشان اقدر اقارن ما بين الريندرز وبعضها. ده كده الريندر بتاعي من غير اي ماتيريال، ده بس مجرد اللايت. الريندر لحد ما تمام ان انا اقدر احكم على الماتيريالز بتاعتي.
طيب ازاي بعمل ماتيريال؟ باجي هنا بضغط على الايكون دي، هيظهر لي هنا قائمة. القائمة دي بيبقى اسمها الماتيريال مانجر، او دي القائمة اللي بيبقى فيها كل الماتيريالز اللي انا هستخدمها في البروجكت بتاعي. طيب عشان اعمل ماتيريال دلوقتي، بعمل ماتيريال ازاي؟ ممكن اجي هنا في الجزء الفاضي ده واضغط على دبل كليك، فهيعمل لي كورة كده. الكورة دي بتبقى الماتيريال. دي الطريقة الأولانية. أو ممكن أضغط على البلاس دي ضغطة طويلة شوية، هلاقي عندي مجموعة كده من الماتيريالز، يعني في اختلافات بسيطة ما بينهم، بس هم كلهم بشكل أساسي نفس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم. فهنشتغل دلوقتي بالبي بي ار ماتيريال اللي هي نزلت هنا. طيب عشان أنزل الماتيريال دي على اوبجكت معين، بمسك الماتيريال وأسحبها على الاوبجكت بتاعي. دي الطريقة الأولانية. او انا هضغط كنترول زد، او ان انا اسحبها على الاوبجكت بتاعي او الموديل بتاعي في الاوبجكت مانجر، سواء هنا او هنا. ولو جيت دلوقتي ضغطت دبل كليك هنا، هيجيب لي الماتيريال اديتور، او ده القائمة اللي بعدل فيها كل الخواص بتاعة الماتيريال هنا لو جيت بصيت في الجزء ده، هلاقي هنا مجموعة حاجات، كل واحدة من دي اسمها تشانل، وكل التشانل من دي بتعبر على خاصية من الخواص اللي احنا اتكلمنا عليها. فلو جيت اول حاجة بصيت هنا على الكالر، انا ممكن اجي اقفل ده، هلاقي طبعا الجزء ده بقى اسود عشان كل التشانلز مقفولة، فانا كده بقول له ان كل الخواص دي مش موجودة، فطبيعي يبقى ده اسود. وهلاقي اهو حتى لو جيت عملت ريندر هنا، هتلاقوا ان ده بقى اسود تمام. ليه؟ لان كل الخواص دلوقتي مش موجودة. ماشي. فالخاصية الاولانية هي الكالر، والكالر ده ببساطة هو اللون بتاع الماتيريال بتاعي. فانا لو جيت غيرت في اللون ده كده، هلاقي حتى في بريفيو صغير هنا للماتيريال. لو انا جيت دلوقتي اخترت اي لون، فعشان انا مطبق الماتيريال هنا، فبيابديت اول باول. كل ما بغير حاجة بتابديت هنا في الفيو بورد. ممكن اجي اعمل ريندر، الاقي هنا ده اللون اللي انا اخترته بقى على التمثال بالشكل ده، بس ده سوليد كلر. طيب هلاقي هنا قائمة صغيرة اسمها تكتشر. طيب ايه بقى الفرق ما بين الماتيريال والتكتشر؟ احنا عرفنا يعني ايه ماتيريال. طيب التكتشر بقى ايه؟ التكتشر ده هو الملمس او الباترن او النمط بتاع السطح بتاع الماتيريال بتاعتي. يعني ممكن يبقى عندي ماتيريال خشب، بس الخشب ده ممكن يبقى ليه باترن مختلفة. يعني ممكن يبقى الخشب بتاع جذع الشجرة من بره غير من جوه، ده ليه تكتشر وده ليه تكتشر معين. فعشان كده التكتشر هو يعتبر جزء من الماتيريال. هما مش حاجتين يتقارنوا ببعض، بس ببساطة جدا التكتشر هو جزء من الماتيريال. فأنا ممكن أجي هنا على التكتشر، ممكن أجي أعمل import لأي صورة عندي. ممكن أختار مثلا صورة زي دي. البانل دي او القائمه اللي بتظهر دي بيقول لي ان انت محتاج عايز تنقل الصوره دي جنب البروجكت بتاعنا ولا لا. فممكن اقول له ماشي، فكده هياخد كوبي من الصوره جنب البروجكت. طيب بعد ما كده نزلت التكتشر في الكالر في المكان ده، هلاقي ان دلوقتي التمثال ده او الموديل ده خد التكتشر بتاع الخشب. هلاقي ان هو بقى عمل اوفر رايت على اللون، فاللون ما بقاش موجود عندي، هو دي بقى التكتشر استخدمته مكان اللون. فتعالوا نعمل ريندر دلوقتي. فكده التمثال خد التكتشر بتاع الخشب. طيب ما انا ممكن استخدم تكتشر تاني بس هما نفس الماتيريال. يعني ممكن استخدم خشب تاني بس هيبقى التكتشر بتاعه او الملمس او النمط بتاعه مختلف. فممكن اجي افتح الماتيريال اديتور واجي اغير الصورة بتاعت الخشب، اجي اختار مثلا صورة زي دي. الاقي اهو تعدلين. خلي بالكوا ده عشان ما تتلخبطوش، ده البيكتشر فيور، يعني ده الحاجة اللي بتظهر لي بعد ما بعمل ريندر. فهنا ده القديم عشان لسه ما عملتش ريندر. لو جيت رندرت هنا كده، فده كده التكتشر تاني عن التكتشر الاولاني. فده بالنسبة للتكتشر والكالر. انا ممكن لو عايز ارجع للكالر تاني، رغم ان الكالر هنا لسه موجود، بس عشان حطيت تكتشر فعمل اوفر رايت على الكالر. فلو انا عايز اجي اشيل التكتشر، ممكن اضغط هنا ضغطة رايت كليك واقوم شايل، او ممكن اجي هنا اضغط على السهم وادوس على كلير فهيشيل لي التكتشر. فده بالنسبة لأول channel او اول خاصية اللي هي الكالر اللي هي اتكلمنا عليها، وهي
الديفيوز، عشان المصطلحات دي هتبقى مهمة ان احنا نفهمها، عشان لو استخدمنا اي ريندر انجن تاني هنلاقي دي المصطلحات اللي هنقابلها. تمام. طيب نيجي بعد كده للترانسبيرنسي. الترانسبيرنسي دي الشفافية بتاعة الموديل، والترانسبيرنسي احنا اتكلمنا عليها من شوية هي الريفراكشن. فهنا ترانسبيرنسي الشفافية دي اللي بتعبر عن انكسار الضوء او الريفراكشن بتاع الضوء. فلو جيت هنا على الترانسبيرنسي هلاقي اول حاجة الرقم ده بيعبر عن ان الجسم ده شفاف بنسبة قد ايه. ف100%. لو انا جيت دلوقتي عملت ريندر، تعال نشوفها بشكل عامل ازاي. بعد ما اخلص ريندر طبعا احنا لاحظنا ان الحاجات الشفافة دايما بتاخد وقت اطول في الريندر، لان الحسابات بقى بتاعت الضوء ان هو دخل في الاوبجكت ازاي وانكسر ازاي وانعكس ازاي، كل الحسابات دي بتاخد وقت اطول، فالوقت بتاع الريندر بيزيد. فهلاحظ ان ده شكل الاوبجكت بتاعي او الموديل لما خليته ترانسبيرنت. طيب لو انا جيت هنا وقللت الفاليو دي شوية، فالشفافية بتاعة الموديل هتقل. تعالوا بعد ما عدلنا ده كده تعالوا نعمل ريندر تاني ونشوف. ده كده اللي توصلنا ليه لما قللنا البرايتنس او خلينا كمية الشفافية بقت اقل، فالموديل بقى اغمق شوية بس تل او مازال شفاف. طيب من اهم البارامترز او من اهم الحاجات اللي احنا لازم نبقى محتاجين نكون فاهمينها جدا في موضوع الريفراكشن، وهو بارامتر اسمه الريفراكشن اندكس او الاندكس اوف ريفراكشن، او ممكن نشوف حاجه او مصطلح اسمه IOR. ايه هو IOR؟ IOR ده هو الزاويه، يعني لما انا بيبقى عندي الجسم ده شفاف، الضوء بيبقى جاي من الهواء بعدين يجي يخبط في الاوبجكت الشفاف ده، فاللايت او الضوء بينكسر بشكل معين. فلما باخد الزاويتين بقسمهم على بعض بيديني الرقم ده هو اسمه الاندكس اوف ريفراكشن او الريفراكشن اندكس، وده بيبقى رقم ثابت معروف لكل المواد. يعني الازاز ليه IOR، الميه ليها IOR، الدايموند ليه IOR، كل الحاجات دي بتبقى معروفة واقدر اجيبها من اي ويب سايت على النت. اكتب مثلا انا عايز IOR بتاع الازاز هيديني IOR بتاع الازاز وهكذا. وفي نفس الوقت هنا لو انا جيت هلاقي فيه بريسيتس. البريسيتس دي كل ما هغير فيها، يعني لو جبت مثلا دايموند هلاقي غير لي الرقم ده، فالرقم ده بيبقى IOR بتاع الدايموند. لو جيت على الازاز مثلا هلاقي ده IOR بتاع الازاز وهكذا. فده بالنسبة للترانسبيرنسي اللي بتعبر عن انكسار الضوء. تعالوا ندخل على الشانل اللي بعدها وهي الريفلكتنس. بس قبل ما اتكلم عنها تعالوا اجي اضغط هنا دبل كليك، هعمل نيو ماتيريال، فلاقي ان الماتيريال اللي اتعملت الديفولت هو BBR ماتيريال، وده بسبب ان انا شغال بالريندر انجن الفيزيكال مش الستاندرد. فلما بيبقى فيزيكال بيبقى BBR ماتيريال، والBBR ماتيريال دي هي physically based rendering ماتيريال، يعني بتبقى ماتيريال مبنية على أساس فيزيائي أكتر، فبتبقى بشكل ما أدق أكتر من الماتيريال الديفولت. طيب لو أنا جيت فتحتها كده هلاقي إن الديفولت بتاعها الريفلكتنس والكالر تشانل مقفولة، بس لو بصيت على الريفلكتنس تشانل هلاقي جواها زي 2 channels تانيين أو في 2 channel جواها. هلاقي في channel اسمها diffuse وchannel اسمها reflection. ده معناه ان الchannel دي ممكن تحل محل الcolor channel، لان ده بيبقى الديفيوز الاساسي بتاع الماتيريال، والريفليكشن بتبقى الchannel اللي بتقولي كمية الضوء اللي هتنزل هينعكس منها قد ايه، وده بيبقى مسؤول بشكل كبير عن الريفليكشن. وبتبقى المواد اللي بيبقى فيها لمعة، زي ممكن في انواع من البلاستيك بتلمع، في الميتالز او المعادن، كل الحاجات دي بيبقى مسؤول عنها الريفليكشن. فلو جيت على الديفولت ديفيوز ده وهعتبر دلوقتي ان ده الكالر، فممكن اجي على اللير كالر، ممكن اختار مثلا لون زي اللون الاصفر ده كده، مثلا هخلي ده كده البيز كالر بتاعي. ممكن اجي هنا بعدها على الريفليكشن، هتبقى دي البارامترز المسؤولة عن فكرة الريفليكشن بتاع الإضاءة.
اول حاجه محتاج اركز عليها وهو التايب ده، دي عباره عن موديلز. كل موديل من ده بيبقى مرتبط بفكره اللايت هينزل وهينعكس ازاي، كموديلز برمجه اكتر. بيبقى كل برنامج او كل موديل من ده بيبقى ليه ميزه عن التاني. فلو انا حبيت اعمل ميتال دلوقتي، احسن موديلز بيبقى شغال مع الميتالز هو الجي جي اكس. فلو جيت اخترت الجي جي اكس ده، هلاقي يعني في اختلاف بسيط. يهمني هنا الرفنس، والرفنس ده البارامتر اللي مسؤول عن خشونة السطح. يعني لو انا جيت قللت الرفنس ده خليته بزيرو، هلاقي السطح ده بقى ناعم جدا. فده بيبقى زي الميتال او المعادن اللي لما الضوء بينزل عليها في كمية كتيرة بتنعكس. فبحس ممكن اشوف نفسي، هو ستيل مش مراية او مازال لسه مش مراية، زي مثلا لما اقف جنب عربية جديدة ولا حاجة، على عكس ما اقف جنب معدن خشن زي الفضة مثلا. الفضة هو معدن، بس هو السطح بتاعه خشن شوية، فالضوء بيتشتت بشكل معين، فما بيعملش اللسعة بتاعة الإضاءة دي. إذن فالرفنس هو الخشونة بتاعة السطح. فممكن أجي أخلي الخشونة مثلا حاجة بس 10% كده. وممكن أجي أنزل تحت، هلاقي حاجة اسمها لاير فرنيل. الفرنيل هنا عندي منه نوعين، الداي إلكتريك. والداي إلكتريك ده بتبقى خاص بالمواد اللي مش ريفلكتيف قوي، زي البلاستيك مثلا، او مش المعادن، مش كوندكتورز يعني، مش ميتال، لان في بلاستيك بيعكس الضوء وبقى شايف فيه لمعه، على عكس الكوندكتورز فهي زي الميتالز او المعادن. فلو اخترت مثلا الكوندكتور، هلاقي حتى هنا شكل البريفيو بتاعي اختلف. حتى هنا الكالر اتغير بعد ما غيرته. ممكن ارجع تاني اختار لون مثلا زي ده كده، وهاجي انزل الماتيريال دي هنا وهعمل ريد. يعني هو قرب شوية من الميتال، بس لسه يعني. بص هو كان كده، فهنا ما كانش فيه هايلايتس زي الجزء ده، ما ابتدى ياخد يعني الجزء ده مثلا ابتدى يقرب شوية من المعدن، بس لسه حاسه انه ناقصه حاجة. فتعالوا نفتح الماتيريال تاني، وتعالوا هنا هنلاقي فيه التشانل دي بيبقى ليها زي بلندنج كده. فالماتيريال او التشانل الاولانية هنلاقي البلند بتاعها نورمال. فانا ممكن اجي اخلي النورمال ده اد، واقلل الديفيوز ده شويه عشان اهدي فكره. بصوا هنا اللونين لما دخلوا مع بعض فمخلي الموضوع قوي قوي. فممكن اجي اقلل اللي تحت كده شويه، وعايز بعد ما اقلله شويه كده اشوف ايه التغيير اللي حصل بالنسبه لي. فاضغط ريندر. يعني اعتقد دلوقتي ان هو قرب شويه، يعني هو كان هنا وكده قرب شويه. طيب ده معناه ان احنا لما قللنا من الديفيوز اللي تحته ابتدى يقرب من الميتال. طب ما ايه اللي هيحصل لو انا جيت خليته بزيرو؟ تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل. اعمل ريندر دلوقتي قرب اكتر واكتر من الميتال، بس مازال عندي اجزاء كده غامقه شويه. طيب ما انا ممكن اجي على الديفيوز ده واعليه كده شويه، بس هاجي على الموديل بتاعه او التايب بتاعه، بدل ما اخليه لامبرشن ديفيوز ممكن اخليه برضو جي جي اكس. فهلاقي ان هو بصوا كده هو بيبلند مع الشانل دي، فبيعوض لي شوية الدارك سبوتس اللي هنا دي. فممكن اجي عليه شوية كده واعمل ريندر بالشكل ده. طبعا هنا قرب اكتر واكتر، يعني احنا في البداية كنا كده، بعدين قربنا اكتر بعدين قربنا اكتر. وانا لو جيت هنا في مثلا في الشانل بتاعت الريفليكشن ونزلت تحت خالص هلاقي فيه بريسيت. فهنا عندي بريسيتس كتيرة لمعادن كتيرة. يعني ممكن لو جبت الكبر اللي هو النحاس وجيت ضغطت كده عملت ريندر، يعني الاقي ان هو بيظبط لي السيتنجز اكتر، ان هو يقرب لي من الميتال او من المعدن اللي انا مختاره. بس كده ده باختصار الريفلكتنس channel وازاي اقدر استخدمها عشان اعمل ميتالز. يعني الريفلكتنس channel اغلب استخداماتها بتكون مع المعادن والميتالز اكتر، ويعني لو حاجة بلاستيك بيلمع شوية دول اكتر حاجات ممكن نستخدمها فيه. تعالوا بعد كده ندخل على channel بعدها، وهخلي السيتنجز دي زي ما هي، مش هعدل فيها حاجة.
عشان ده ممكن يخليني اعرف ان انا اقدر استخدم اكتر من الشانل في نفس الوقت. يعني احنا مش بنستخدم شانل واحده، لا احنا بنستخدم اكتر من حاجه. فلو انا جيت على الالفا تشانل دي، الالفا تشانل هنا دي بتبقى الشانل مسؤوله عن الشفافيه. وخلي بالنا هنا ان الشفافيه اقصد بيها مش الشفافيه بتاعت الازاز، لا الشفافيه دي ان اللاير نفسها تبقى مش موجوده، يعني كأن الاوباسيتي بتاعتها بزيرو. فلو جيت على الالفا تشانل، جيت مثلا على التكتشر ده، قمت جايب مثلا جريدينت، فانا هستخدم الجريدينت او الكالر او الطريقه بتاعت ان انا استخدم البلاك اند وايت عشان اتحكم في حاجه. يعني لو انا خليت مثلا ال2 دي ده، او خليت الجريدينت ده بدل ما هو في اليو خليته في الفي عشان يبقى بس بالطول. فلاحظ هنا ان اغمق نقطه بالاسود، فده معناه ان الشفافيه بتاعتها هتبقى بزيرو، وعند الابيض هتبقى الشفافيه هتبقى 100%. ولو جيت غيرت في المكان بتاع الاسود ده، فكل ما هيخفي اكتر من تحت. فانا دلوقتي عملت الجريدينت بالشكل ده، فلو جيت دلوقتي عملت ريندر، الاحظ هنا بقى دلوقتي ان الموديل بقى مختفي من تحت، وانا قلت مختفي مش شفاف، وظاهر من فوق. فهنا الالفا تشانل هي مش دي مش ماتيريال ازاز، يعني دي مش ماتيريال شفافه، لا هو الموديل كانه مش موجود في المكان ده، وبيبتدي يظهر لحد ما يبان كله. وده مبني على اساس الجريدينت او ايا كان الصوره اللي انا هبقى حاططها له في الالفا تشانل هنا. تعالوا نشوف تشانل جديدة وهي اللومينانس تشانل. هاجي اضغط دبل كليك، هعمل نيو ماتيريال، بعدين هلاقي فيه لومينانس تشانل. اوقف ريفلكتنس دلوقتي وهجيب اللومينانس تشانل هشغلها بالمنظر ده. هلاقي هنا كلر وهلاقي تكتشر، هلاقي عندي مجموعة البارامترز اللي انا متعود عليها. بس هغير الكلر، هخليه مثلا لون، اي لون بالشكل ده كده. مثلا هختار اللون الاورنج ده، وهاجي هابلاي الماتيريال على الموديل بتاعي هنا او هنا زي ما شايفين الماتيريال قلبت زي السيلويت ازاي. طيب تعالوا بعد ما اعمل ريندر نشوف ايه اللي هيحصل. بصوا الماتيريال هنا هتحسوا ان هي بشكل ما ديفيوز، او ان انا استخدمت سوليد كلر بس في الحقيقه في فرق ما بين اللومينانس شانل واني استخدم ان انا احط اللون ده في الكلر. طب تعالوا نشوف كده، لو انا غيرت خدت نفس اللون ده كده كوبي، اخده كوبي واجي احطه في الكلر هنا بيست، وهعمل ريندر. ده نفس الكلر، خلي بالكوا ده نفس الكلر. انا خدته كوبي، مره استخدمته في اللومينانس ومره استخدمته في الكلر شانل. فايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين، بصوا الفرق. الفرق ما بين الاتنين هنا ان الماتيريال الاولانيه دي مش متاثره بالاضاءه. يعني ايه مش متاثره بالاضاءه؟ يعني لو انا جيت على الماتيريال التانية اللي هي متاثره بالاضاءه، هلاقي ان الشادوز دي بتظهر بسبب اللايت. طب ما ممكن حد يجي يقول لي طب ما في شادوز اهي، ما لو ما فيش شادوز دي معناه، او الشادوز دي وجودها معناه ان في لايت بشكل معين. هاجي اقول لك طيب بص تعالى نيجي هنا في ريندر سيتنجز ونوقف الامبيانت اكلوجن ده، وهعمل ريندر. انا هنا لسه عامل اللون هنا في الكلر، لا هوقف الكلر وهاجي على اللومينانس شانل واعمل ريندر. بص كده الموديل بقى عامل كانه سيلويت او كانه 2 دي. هو في الحقيقه هو مش 2 دي. انا لو جيت خرجت بره الكاميرا، هو بسبب ان كل البوينتس نفس اللون، فانا هحس ان الكلر او هحس ان الموديل كله لون واحد. هو انا بشوف تفاصيل اي موديل بسبب الشادوز الصغيره اللي بتبقى على الموديل نفسه بسبب الاضاءه، او بسبب الامبيانت اكلوجن اللي احنا اتفقنا عليه. فانا لما اجي اشغل الامبيانت اكلوجن واجي اشوف من الكاميرا واعمل ريندر، ارجع اشوف الشادوز الصغيره او الامبيانت اكلوجن بسبب الموديل نفسه. طيب انا عايز اقول ايه، او ايه الفرق ما بين اللومينانس شانل بقى واي شانل تانية؟ اللومينانس شانل بتخلي الماتيريال مش بتتاثر باللايت، يعني كانها هي بتطلع لايت. يعني على استحياء كده هقول انها كانها بتطلع لايت، بس هي مش بتطلع لايت قوي. بس الفكره ان مش محتاج ان انا استخدم لايت عشان اشوفها. فحتى لو انا جيت دلوقتي
قفلت السكاي، فانا هنا ما عنديش اي مصدر اضاءة، وجيت عملت ريندر، فهقدر برضو ان انا اشوف في الماتيريال بالشكل ده. طبعا ليها استخدامات كتير، الوقت مش هيكفي ان احنا نتكلم عليها، بس ده بشكل مبدئي ان انا محتاج اعرف ان اللومينانس شانل هي بتبقى عبارة عن شانل بتخلي الماتيريال بتاعتي مش بتتأثر بالاضاءة. طيب لو جيت بقى بصيت دلوقتي الشانلز اللي انا اتكلمت عليها، اتكلمت عن الكالر، اتكلمت عن اللومينانس، اتكلمت عن الترانسبيرنسي والريفلكتنس والالفا، وهلاقي بشكل ما كل التشانلز دي التشانلز اللي بتعبر عن سلوك الضوء، زي اللون، واتفقنا انكسار الضوء وانعكاسه، وان الضوء ممكن يبقى هو جاي من الماتيريال ذات نفسها. فكل التشانلز دي التشانلز اللي مرتبطة بسلوك الضوء نفسه. بس هلاقي عندي في 3 تشانلز تانيين مهمين جدا، وهم البامب والنورمال والديسبليسمنت. ال3 تشانلز دول مرتبطين بشكل معين بالسيرفس او بالسطح بقى نفسه، هيبقى عامل ازاي. هل هو هيبقى سطح املس، ولا هل السطح ده هيبقى فيه تعرجات بشكل معين؟ فده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هاجي اوقف اللومينانس دي، بس عشان بقى ادرس ال3 دول فمش هقدر احكمهم قوي على الموديل ده، هوقف الموديل ده وهجيب سطح زي ده كده، وخلينا نعمل موديل جديد. انا دي زي ما هي، اعمل موديل جديدة واسميها مثلا بامب، وهاجي على البامب ممكن اديها اوقف ريفلكتنس واديها مثلا كلر، ممكن اخد بيست كده الكلر اللي كان عندي. طيب هاجي على البامب، لو جيت على البامب شغلت كده هيقول لي ان انا محتاج صورة معينة، هجيب الصورة دي. هي عبارة عن صورة كده فيها الاريا دي باللون الابيض، وعندي زي 5 مربعات كده باللون الاسود. اضغط كده، بعدين هابلاي الماتيريال دي اللي هي فيها البامب على البلان بتاعي بالشكل ده. هلاحظ هنا ان في زي بقى في بروز او في حاجات فرقت عن بعض، يعني في هنا ال5 مربعات دول اعتقد ان هم نزلوا لتحت شويه. طيب تعالى نعمل ريندر، اشغل السكاي عشان اللايت. انا الاساس بالنسبه لي انا شايف ايه في الريندر اكتر واهم من ان انا شايف ايه في الفيو بورد. فاللي انا شايفه في الريندر ده دلوقتي، حس ان في المربعات دي طلعت لفوق، والابيض او الاريا اللي باللون الابيض نزلت لتحت. طيب ممكن اجي على البامب، اجي السترينث دي اعليها كده شويه، الاقي ان هنا الافكت بقى باين اكتر، فممكن اجي اعمل ريندر فوضحت اكتر بالشكل ده، يعني الافكت بان اكتر من الاول. طيب لو انا جيت عليت السترينث اكتر، او مثلا 600% كده، جيت عملت ريندر. بس الاحظ بقى حاجه هنا دلوقتي، لو انا جيت خرجت بره الكاميرا وجيت بصيت على السيرفس ده كده من الجنب، هلاقي ان الاسطح دي او الاجزاء اللي بالاسود دي ما تأثرتش. يعني انا شايف في الريندر، او انا شايف زي illusion دلوقتي كده، ان بقى فيه السطح فيه اجزاء خارجة او طالعة لفوق او نازلة لتحت. اذا فالبامب هو بتديني فكرة الillusion ان السطح ده فيه بارز وغائر، او فيه حتة طالعة لفوق واجزاء منه نازلة لتحت. فده بالنسبة للبامب تشانل، فهي بتاخد بلاك اند وايت داتا، يعني الصورة دي بلاك اند وايت، بتستخدم الجزء الاسود عشان تديله افكت معين، والابيض الافكت عكسه. طيب لو في لون جراي او في لون ما بين البنين، يعني لو جيت غيرت الصورة دي واخترت مثلا واحدة زيها اهي، بس المربعات بقى اللي موجودة دي مش 100%، يعني الاسود ده مش 100% اسود، والجراي ده اغمق، يعني الجراي ده اغمق شوية من ده، وده اغمق شوية من ده. فالافكت هيبقى عامل ازاي؟ الاحظ هنا لما اجي اعمل ريندر، هنا الماتيريال استخدمت فكرة البلاك اند وايت، ان خلت لي دول ان انا لما اشوفهم احس ان هم مش على مستوى واحد. بس ما زلت ان انا بقول لكم ان انا دلوقتي لو جيت بصيت من الجنب الاقي ان السيرفس ما حصلش فيه اي تشوهات، او فعلا السطح ما تأثرش بحاجة.
ده بالنسبة للبامب تشانل. طيب تعالوا نشوف حاجة تاني. لو احنا جينا بامب تشانل، لو قفلنا البامب تشانل وجينا على الديسبليسمنت وجينا حطينا نفس الصورة بتاعتنا، بصوا هنا بقى في حاجة مختلفة شوية. لو جيت علمت على السب بوليجون ديسبليسمنت دي وجيت عملت ريندر، بصوا بقى اللي حصل هنا ان الموضوع هو شبه البامب شوية، ان انا بستخدم البلاك اند وايت داتا او البامب ماب دي او الصورة اللي هي استخدمتها في البامب ماب اللي هي الصورة البلاك اند وايت، بس هنا خلى ان الاوبجكت نفسه حصل فيه تغيير حقيقي. يعني انا مش هشوف ده هنا في الفيو بورت، بس في الريندر شفت فعلا ان الاجزاء اللي بالاسود، المربعات اللي بالاسود، خلت لي ان بحصل فيه فعلا ديفورميشن حقيقي في الموديل. طب لو جيت مثلا شلت السب بوليجون ديسبليسمنت هنا وشوف ايه اللي هيحصل. فرق هنا ان خلى فيه ان الموديل او الجزء الاسود لما جه ينزل لتحت هو رايح بجريدينت شوية او رايح مايل، فعمل التشوهات دي. طب لو جيت في الديسبليسمنت خليت السترينث بدل ما هي 100 في البوزيتيف، لو خليتها بالنيجاتيف هنشوف ايه اللي هيحصل. الموضوع بقى بالعكس خالص، بس محتاج ان انا اعلم على السبوليجون ديسبليسمنت عشان ما يروحش بالميلة دي. طبعا دي المفروض حتة في الموديل كده اللي واقفة عليها البليد يعني. هو هنا دلوقتي عكس، خلى الجزء الأبيض بقى رايح في دايركشن والأسود بقى هو اللي يطلع لفوق. هو بشكل ما بيعكسهم عن بعض. أعتقد الموضوع يعني بشكل ما اللوجيك بتاعه واضح. ففي نقطة تشابه دلوقتي ما بين البامب والديسبليسمنت، إن البامب والديسبليسمنت الاتنين بياخدوا صور بلاك اند وايت، والاختلاف يعني التشابه ان هما الاتنين بياخدوا بلاك اند وايت، بس الاختلاف ان البامب مش بتأثر في الجيومتري، يعني مش بتأثر تأثير حقيقي، بتدي بس illusion، انما الديسبليسمنت بتأثر فعلا في الجيومتري وبتعمل تشوه حقيقي. ده بالنسبة للبامب والديسبليسمنت، بامب والديسبليسمنت. طيب اخر حاجة بالنسبة لنا النهاردة وهي النورمال ماب. ممكن اجي اعمل ماتيريال جديدة واقفل برضو ريفلكتنس واعمل نورمال ماب. طيب هل بالضرورة ان اي سطح في الدنيا لما تيجي نقول ان هيبقى فيه اجزاء بارزة واجزاء غائرة، يعني اجزاء طالعة السطح بتاعها لفوق واجزاء مغمورة لتحت، هل بالضرورة ان هما لازم يبقوا بشكل رأسي؟ يعني ما ممكن يبقى السطح ده بارز شوية بس طالع بميلة. فهنا يجي دور النورمال ماب. والنورمال ماب بقى بتاخد صور متلونة يعني RGB. فالار جي بي ده لو انا جيت اخترت النورمال ماب كده وعملت، طبعا ممكن لازم احط كلر وعملت ابلاي على البلين، فاحس ان هنا بقى عندي زي تكتشر معين. ممكن اعمل ريندر. وهنا الاختلاف ان ممكن حد يقول لي طب ما انا ممكن الصورة دي احطها في التكتشر وهتبقى كده. الاختلاف بقى ان احنا اتفقنا ان الاسود اللي ظهر ده بيديني الالوجن بتاع الشادوز. فانا لو جبت مثلا مصدر اضاءة بالشكل ده كده، هلاقي ان ده بيتفاعل مع الاضاءة، وده اللي انا مش هعرف اوصل له لو حطيت نفس الصورة دي في التكتشر على طول. هتبقى دي مش هتتأثر باللايت. فعشان كده النورمال ماب بتعبر لي على ان السطح ده هو بارز، بس في نفس الوقت مش مجرد بارز وخلاص، لا هو بارز واخد ميل معين. طيب لو انا جيت بصيت بقى عليه من الجنب هلاقي برضو ان ده مجرد illusion. فده هيبقى نقطة التشابه ما بينه وما بين البامب، ان البامب والنورمال الاتنين بيعملوا illusion، بس البامب بياخد black and white والنورمال بياخد RGB او صور ملونة. طيب تعالوا نميكس كده ما بين كام حاجة. يعني لو جيت دلوقتي مثلا على الماتيريال دي تجي على البامب، او لا هاجي على النورمال مثلا واحط الصورة دي كده وابلاي دي هنا كده واعمل ريندر
فالريندر هيظهر لي بالشكل ده. بس عندنا مشكلة شوية، بس الدنيا لسعت عشان مصدر الإضاءة اللي أنا نزلته ده، فهشيل الإضاءة دي كده وأعمل ريندر تاني. وبس كده، تعالوا نريكاب سريع كده على الشانلز اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة. طبعا في تشانلز تانية موجودة بس دول مش أهم حاجة بالنسبة لي، احنا اتكلمنا بس على التشانلز الأساسية وأهم حاجة احنا بنستخدمها في الحياة اليومية يعني. أول حاجة الكلر، وده اللي اتفقنا اللون بتاع الماتيريال. واللومينانس قلنا دي التشانل اللي بتخلي الماتيريال مش بتتأثر باللايت، مش ككل، التشانل دي بالذات هي اللي مش بتتأثر باللايت. الترانسبيرنسي هي الشفافية بتاعة الماتيريال. الريفليكشن الشانل اللي بشكل كبير بقدر اعمل منها ميتالز او حاجات بتعكس الضوء. والبامب قلنا دي الشانل اللي بتخلي لي ان انا بعمل بارز وغائر، بتاخد ماب او صورة بلاك اند وايت وبتعمل illusion مش بتأثر في السطح بشكل حقيقي. النورمال ماب دي بتعمل بارز وغائر بس بشكل مايل، يعني الاسطح اللي بتبقى مايلة وبتاخد صور RGB ملونة، وبتبقى برضو illusion مش تغيير حقيقي في السطح بتاعي. واخر حاجة وهي الديسبليسمنت، والديسبليسمنت هي الشانل اللي بتعمل لي تشوه في السيرفس بس بيبقى تشوه حقيقي، يعني بتغير فعلا في شكل الجيومتري بتاعي او شكل السيرفس، وبتاخد برضو صور بلاك اند وايت. طيب ممكن حد يقول لي طب احنا بنستخدم انهي واحد في دول؟ احنا اتفقنا ان احنا بشكل ما بنستخدمهم كلهم، برضو بنسب، ممكن استخدم اكتر من الشانل عشان اعمل ماتيريال معينة. وفيديو الجاي ان شاء الله هنبقى نعمل تطبيق على ماتيريال، ازاي اعمل مثلا ماتيريال معينة، ازاي اقدر اجيب المابس او الصور بتاعتها واعمل ماتيريال في مشهد بتاعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون الفيديو كان خفيف ولذيذ ما تغبطوش من الحاجات الكتير. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.